السلام عليكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس العلمي بفرعي التطبيقي والأحيائي. اليوم عندي المحاضرة رقم 6 من الفصل الأول اللي هو المتسعات. أذكر بالمحاضرات السابقة أول 4 محاضرات كانت لكلاميات الفصل الأول واللي قلنا بهن 10 درجات وزارية. محاضرة رقم 5 كانت بداية مسائل الفصل الأول واللي قسمناهن إلى 5 مجامع للتطبيقي و4 للأحيائي. محاضرة رقم 5 كانت تحكي على المتسعة الواحدة، عرفت قوانينها وتفاصيل مسائلها. محاضرة رقم 6 اللي هي اليوم تحكي لك على ربط التوازي. زين، احنا بالمحاضرة السابقة قلنا اذا متسعة واحدة عرفنا قوانينها وامثلتها. زين، اليوم اذا ذكر بالسؤال اكثر من متسعة، متسعتان او 3 متسعات او 4 متسعات، ايش راح اقول له؟ راح اقول له اما تربط توالي او توازي. محاضرتي رقم 6 راح تحكي على ربط التوازي. واضح؟ اوكي. قبل ما ابدي بربط المتسعات على التوازي اريد اسال سؤال ذكر وزاري، اقول لك ما الغايه من ربط المتسعات على التوازي؟ سؤال، ما الغايه من ربط المتسعات على التوازي؟ عندي اكثر من متسعه راح اربطهن توازي. زين، شنو الغايه من ربطهن على التوازي؟ راح تجاوب تقول له وذلك لزيادة السعة المكافئة لمجموعة متسعات ونحصل على سعة مكافئة أكبر من سعة أي متسعة. يعني أني أقول له وذلك لزيادة السعة المكافئة لمجموعة متسعات، يعني أنت من ربط التوازي راح تزيد السعة المكافئة لمجموعة المتسعات. زين، هي شنو السعة المكافئة؟ السعة المكافئة رمزها هي سي اكوال. هاي شنو هاي سعة مكافئة. من اربط توازي ازيد السعة المكافئة تصير اكبر من سعة اي متسعة موجودة عندي. واضح؟ اوكي. زين، يتم ربط عدد من المتسعات على التوازي كما في الشكل. مرات بالسؤال ما يقول لك الربط توازي، انت تعرفه منين؟ تعرفه من الرسم. شلون نرسم متسعات مربوطة على التوازي؟ مثلا عندي 3 متسعات، التوازي هي يعني متسعة توازي متسعة. شوفوا الأولى وازت الثانية والثالثة، المن إلى فرق جهد كهربائي. أو أنا أعلم طلابي أقول له إذا المتسعة مفتوح حلقة على الثانية يعني هذا ربط توازي. إذن هذا شكل ربط التوازي. واضح؟ إذا جاب لك بالسؤال الرسم تعرفه توازي شلون؟ إذا كانت المتسعات واحدة موازية الثانية، أو بالمعنى العامي واحدة مفتوح حلقة على الثاني. واضح؟ واضح. ليش أربط المتسعات على التوازي؟ حتى أحصل على سعة مكافئة كبيرة، لأنه هاي الكلمة مرات تحل لي سؤال وإن شاء الله بالأسئلة القادمة راح تفتهمها. زين، أريد أتعمق بعد بربط التوازي. يقول لي خواص ربط المتسعات على التوازي. شنو خواص ربط المتسعات على التوازي؟ انتبه وياي. أول شيء بربط المتسعات على التوازي فرق الجهد للمتسعات متساوي، يعني دلتا في توتال فرق الجهد الكلي يساوي فرق جهد المتسعة الأولى وجهد المتسعة الثانية وجهد المتسعة الثالثة. يعني هسه هنا مثلا على هذا الرسم دلتا في توتال، مثلا هاي دلتا في توتال الكلية ايش تساوي لك؟ تساوي لك دلتا في 1 نفسها، مثلا هاي شقد قيمتها 4، هاي 4، هاي شقد قيمتها 4، الثانية أيضا قيمتها 4. شقد قيمتها الكلية 6، هاي 6، وهاي 6 وهاي 6. شقد قيمتها هاي 4، هاي 4 وهاي 4 وهاي 4. إذا دلتا في 3. إذا أول شغلة فرق الجهد دلتا في توتال متساوي بربط التوازي. الشغلة الثانية مقدار الشحنة الكلية يساوي مجموع الشحنات. يعني انت تريد تطلع كيو توتال الشحنة الكلية مالت هاي المتسعات،
شلون نطلعها؟ تطلعها من Q1 زائد Q2 زائد Q3. الشحنة الأولى الشحنة المختزنة المتسعة الأولى زائد الشحنة المختزنة المتسعة الثانية زائد الثالثة، ويطلع لي Q توتال. ويمكن أيضا، هاي ملاحظة خليها ببالك، ويمكن أيضا إيجاده بطريقة اللي هي شنو؟ Q توتال الشحنة الكلية تساوي السعة المكافئة في دلتا في توتال. يعني السعة المكافئة اطلعها واطلع دلتا في توتال، اقدر من عندنا اطلع شنو؟ كيو توتال اللي هي الشحنة المختزنة. قانون رقم 1 المن الى دلتا في توتال. شلون اطلعها؟ هي مساوية. يعني مثلا انت عندك بالمتسعات ذني كليتين بس دلتا في 3 معلومه، اللي هي مثلا هاي دلتا في 3 مالت فرق الجهد للمتسعه الثالثه قيمتها مثلا 2 فولت. اذا المتسعه فرق الجهد الثاني ايضا 2 فولت، فرق الجهد الاول ايضا 2 فولت، فرق الجهد الكلي ايضا 2 فولت. زين، القانون الثالث يقول السعة المكافئة للمجموعة تساوي مجموعة المتسعات. يعني هسه انا اريد اطلع السعة المكافئة مالت هاي المتسعات. شلون؟ اقول له C1 زائد C2 زائد C3. مثلا عندي هاي 2 وهاي 3 وهاي 4، اقول 2 زائد 3 5 زائد 4 9، اذا C equal يساوي لي 9. هاي القوانين اريدك تكتب لي عليها، تخلي لي ملاحظه هيك بين قوسين، خلينا نخليك اياها بغير لون. اكتبن يمك واكتب قبل دخول عازل. زين، هاي القوانين الثلاثه، واذا هذا تحسبه ويعني يصيرن 4، شو وقت استعملهن؟ قبل دخول عازل. واضحه الفكره؟ واضحه. تعال خلينا نحلك هذا السؤال الوزاري المهم، اشتقاق مهم. يقول اشتق علاقة السعة المكافئة لمجموعة متسعات مربوطة على التوازي. تعال انتبه وياي. علاقة السعة المكافئة هسه اخذتها اللي هي C equal ايش تساوي لك؟ C1 زائد C2 ايش قد ما عندي متسعات 3 4 او غيرها. يقول لي اشتق لي هاي العلاقة. زين، شلون اشتقها؟ انتبه وياي، احنا مو قلنا، خليني اقول لك الحل. انتبه وياي، احنا مو قلنا كيو توتال تساوي لك Q1 زائد Q2 بربط المتسعات على التوازي. هذا قانون عرفناه قبل شويه. اوكي، زائد Q3 ايش قد ما عندي شحنات. انا خلينا اكتفي بس Q1 و Q2. واضح؟ واضح. زين، وش قلنا بعد؟ قلنا اكو قانون شي يقول لي؟ يقول لي اقدر اطلع الشحنه Q ايش تساوي لي؟ C في دلتا في. هذا هسه ذكرت لك اياه هنا. واضح؟ واضح. هاي قلناها، ذني اثنيناتن ذكرناها. زين، اذا اريد اعوض هذا القانون اريد اعوضه بالشحنه الثانيه وبالثالثه وبالكليه. شلون؟ انتبه وياي. هاي هنا مكتوب كيو توتال. اذا كيو توتال منين اطلعها؟ من سي ايكوال في دلتا في توتال. ليش ايكوال بتوتال؟ لان هاي الشحنه كليه، اذا لازم تصير هاي سي ايكوال وهاي دلتا في توتال، ويساوي لك. هذا القانون اعوضه وين؟ بالشحنه الاولى. هاي شنو؟ هاي Q1، اذا ايش راح تصير؟ C1 في دلتا في 1. الزائد ينزل. هاي شنو؟ هاي Q2، اذا اريد اعوض هذا هنا شو يقول؟ C2 في دلتا في 2. واضح؟ C2 في دلتا في 2. اوكي، زين. هسه انا ايش عندي هنا؟ هسه انا عندي هنا سي ايكوال في دلتا في توتال،
وعندي هنا سي 1 في دلتا في 1 زائدا سي 2 في دلتا في 2. ايش راح اسوي؟ انتبه وياي. انزل هاي سي ايكوال في دلتا في توتال تساوي لي هنا ايش راح اسوي؟ اطلع الدلتا في عامل مشترك، راح اقول سي 1 زائدا سي 2 واطلع الدلتا في كل عامل مشترك. واضح؟ اوكي. وصلت الى مرحله اريد اخلص. شنو عندي الزايد هنا؟ اقول له بقسمه طرفي المعادله على دلتا في. اقسم طرفي المعادله على اليمين على دلتا في. زين، اذا قسمت هاي على دلتا في ايش راح تروح؟ راح تروح هاي الدلتا في. واذا قسمت هاي المعادله على دلتا في ايش راح تروح؟ راح تروح هاي الدلتا في. ايش راح يبقى لك؟ سي ايكوال يساوي سي 1 زائدا سي 2. طلعت لي هاي المعادله تشبه هاي المعادله، اذا حلك صحيح. اما يجيب لك يا بالسؤال اشتق علاقه السعه المكافئه لمجموعه متسعات مربوطه على التوازي، او يقول اثبت هاي المعادله، يقول اثبت ان سي ايكوال تساوي لسي 1 زائدا سي 2. اول طريقه انه انت عندك الشحنه الكليه تساوي لك مجموع الشحنات، واني اقدر اطلع قانون بدال الشحنه اللي هو كيو سي في دلتا في. هسه انا قلت لك بيه هنا ابو التوتال اعوض لها ايكوال في توتال، اما ابو الوان اعوض لها سي 1 في دلتا في 1 زائد سي 2 في دلتا في 2. تشوف انه طلع الدلتا في وطلع عامل مشترك وتختصر على دلتا في وتطلع لك هاي المعادله. انتقل لك الى عند دخول العازل. هسه طلابنا الاعزاء، اذا دخل عازل في ربط التوازي، انتبه وياي، عند دخول عازل في ربط التوازي شو تسوي؟ اجى عازل ودخل لك ربط التوازي. اول نقطة يجب تحديد مكان العازل، مهم لاختلاف القوانين. زين، انا ربط توازي اكثر من متسعة، 2 او 3 او 4. النقطة الاولى احدد بها مكان العازل. شلون يعني؟ مثل هذا كي العازل، انتبه وياي، عندي هاي الرسومات 3 قدامي كتوضيحية. مثلا العازل عندي هذا الربط بمتسعتين، العازل دخل على متسعة رقم 1، متسعة رقم 1 صارت شو اسمها؟ اسمها سي كي 1، لأن العازل دخل على متسعة رقم 1، بينما المتسعة الثانية تبقى اسمها سي 2. القوانين بدخول العازل راح تختلف. سي كي 1 شلون تطلع؟ تطلع من سي 1 في كي، سي 1 الأصلية قبل دخول العازل في كي اللي هو العازل. زين، اذا تريد تطلع كي قيمه كي شو تقول له؟ تقول له سي كي 1 على اليمين على سي 1، السعه بدخول العازل قبل على السعه قبل دخول العازل. هذا اذا دخل وين؟ على متسع رقم 1. زين، اذا اردت اطلع السعه المكافئه بدخول العازل ايش اقول له؟ اقول له سي ايكوال كي، السعه المكافئه بدخول العازل تساوي لي سي كي 1 زائدا سي 2. استاذ ليش خليت الكي بس على 1 ما خليته على 2؟ لان العازل دخل على متسع رقم 1، فراح يصير هاي قانونها اذا دخل على متسع رقم 1. زين، اذا دخل العازل على متسع رقم 2، انتبه لي بهذا الشكل، هاي راح تصير اسمها سي 1 ما بيها عازل، هاي راح تصير اسمها سي كي 2 لان العازل دخل وين؟ على متسع رقم 2. زين، اذا اردت اطلع قيمه متسع رقم 2 بدخول العازل شلون؟ اقول له سي كي 2 تساوي لي سي 2 قبل العازل في كي اللي هو العازل.
زين إذا أردت أطلع قيمة كي أقول له السعة المتسعة الثانية بدخول العازل على سعة المتسعة الثانية قبل دخول العازل. زين إذا أردت أطلع الإكوال بدخول العازل شو أقول له؟ C1 زائدا CK2. أستاذ ليش ما خليت لي كي علوان؟ لأن أقول لك العازل دخل بس على متسعة رقم 2. انتبه وياي، اجى العازل هالمرة دخل وين؟ على متسعة 1 ومتسعة رقم 2. متسعة رقم 1 هاي قانونها شلون نطلعها، متسعة رقم 2 هاي قانونها شلون اطلعها، هذا دخل بها العازل. زين اذا اردت اطلع الاكوال الكلية اقول له سي ايكوال كي بدخول العازل، السعة المكافئة بدخول العازل، ايش تساوي؟ سي كي 1 زائدا سي كي 2. هالمرة خليت الكي عليهن اثنينات، ليش؟ لأن العازل دخل وين؟ عليهن اثنينات. هاي بالنسبة إلى النقطة الأولى يجب تحديد مكان العازل. النقطة الثانية دخول عازل والبطارية متصلة. شوف هاي كلمة متصلة، دخول عازل والبطارية متصلة، ايش راح يصير؟ فإن دلتا في توتال يساوي دلتا في توتال كي. يعني شنو؟ إذا كانت البطارية متصلة ودخل بيها عازل ففرق الجهد قبل العازل هو نفسه فرق الجهد بعد العازل. قيمته هنا 40 قبل العازل نفسه قيمته 40 بعد دخول العازل إذا كانت البطارية متصلة. نقطة رقم 3 دخول عازل والبطارية منفصلة. ايش راح يصير؟ كيو توتال تساوي الكيو توتال كي، يعني الشحنة الكلية قبل دخول العازل تساوي الشحنة الكلية بعد دخول العازل. إذا كانت متصلة فرق الجهد متساوي، إذا كانت منفصلة فبس الشحنات متساوية. أريدك تركز لي بالسؤال إذا إجاك متصلة أو منفصلة، لأن كلمة تغير لك حل سؤال كامل. هذا بالنسبة إذا دخل عازل. هسه روح انتقل إلى أول مثال بربط التوازي. هسه طلابنا الأعزاء ننتقل إلى مثال رقم 3 اللي هو أول مثال بربط المتسعات على التوازي. مثال رقم 3 شو يقول؟ يقول 4 متسعات. لاحظ بداية السؤال شنو؟ أكثر من متسعة. إذا شنو هذا؟ أما توازي أو توالي. سعتها حسب الترتيب. كلمة حسب الترتيب يعني يقصد الترتيب من اليسار إلى اليمين. يعني C1 4 مايكرو فاراد، C2 8 مايكرو فاراد، C3 12 و C4 4 مايكرو فاراد مربوطتان مع بعضهما على التوازي. إذن مجموعة 2 ربط التوازي. ربطت المجموعة بين قطبي بطارية، فرق الجهد بين قطبيها دلتا في توتال، فرق الجهد الكلي 12 فولت. احسب مقدار السعة المكافئة للمجموعة، الشحنة المختزنة في أي من صفيحتي كل متسعة، 3 الشحنة الكلية المختزنة في المجموعة. انتبه وياي، شغلة بالفيزياء أو بمسائل الفيزياء، من تشوف المسألة أو المثال قدامك رتب المعطيات، الحل مالتك راح يصير 100%. انتبه وياي، معطيات السؤال C1 4 مايكرو فاراد، C2 8 مايكرو فاراد، C3 12 و C4 6. دلتا في توتال مطينيها 12 فولت. رايد من عندي سي ايكوال السعة المكافئة للمجموعة. شلون اطلعها؟ انتبه وياي. الحل يا فرع اولا السعة المكافئة للمجموعة، الربط شنو؟ الربط توازي. اذا سي ايكوال ايش تساوي لي؟ C1 زائدا C2 زائدا C3 زائدا C4. عندي 4 متسعات. C1 ايش قد؟ 4 زائدا C2 8 زائدا C3 12 زائدا C4 6. اذا C equal تساوي لك 4 ب 8 12 ب 12 24 ب 6 30. شنو الوحدة؟ مايكرو فاراد. ليش بالمايكرو فاراد؟ لأن هن كل المتسعات مطين اياهم بالمايكرو فاراد. هذا أول مطلب طلعناه. مطلب رقم 2 يريد الشحنة المختزنة في صفيحتي كل متسعة. كم متسعة عندي؟ 4 متسعات، يعني أريد الشحنة بكل
متسعة. خلي أذكرك بشغلة، تتذكر هذا القانون سي يساوي لك كيو على دلتا في، هذا قلت لك عليه بالخبزة. زين، أنا أريد الشحنة المختزنة في صفيحتي كل متسعة، يعني أريد ثانيا هاي نقطة 2، أريد كيو 1. شلون أطلع كيو 1؟ سي طرفين في وسطين، سي في دلتا في. زين، أنا أريد كيو 1 يعني يا سي يعني سي 1 بدلتا في 1. أجابوها على السبورة مالتي. أنا أريد كيو 1 سي 1 موجودة، إي مقدارها ايش قد؟ 4. دلتا في 1 موجودة؟ راح تقول لي نعم استاذ موجودة، لأن خاصية بخواص ربط التوازي. شو تقول؟ تقول دلتا في توتال تساوي لك دلتا في 1 ويساوي لك دلتا في 2. كم واحد أنا عندي؟ 4. دلتا في 3 ويساوي دلتا في 4، وذني كليتن يساوون ايش قد؟ 12 فولت. كليتن يساوون 12 فولت، خاصية بخواص ربط التوازي. يقول فرق الجهد الكلي يساوي فرق جهد البقية. زين، أنا أريد كيو 1، إذن كيو 1 راح تساوي لك سي 1 عندي إيه مطيني إياها 4 في دلتا في 1 ايش قد؟ 12. زين، 12 لأنهم مساويات، ف4 في 12 ما تعرف. أوكي، اضرب ضرب عمودي مو إشكال مو عيب. 2 في 4 8. 1 في 4 4. إذا 48 شنو وحدتها؟ مايكرو كولوم، لأنه الساعة بيش انقاست بالمايكرو، إذا هاي راح تصير مايكرو كولوم. هاي الشحنة الأولى. نجي أريد أطلع كيو 2. كيو 2 ايش تساوي لي؟ سي 2 في دلتا في 2. واضح؟ زين، سي 2 موجودة؟ اي مطيني اياها 8. سي 2 8 مطيني اياها في دلتا في 2 ايش قد؟ نفسها مساويات 12 ويساوي لك، انتبه وياي، 12 في 8 8 في 2 16 6 باليد 1 8 في 1 8 1 9 إذا 96 مايكرو كولوم. طلعنا لك شنو؟ هاي شنو؟ الشحنة الثانية. تعال نكمل هنا. أريد أطلع الشحنة الثالثة كيو 3 ايش تساوي لك؟ سي 3 في دلتا في 3. زين، سي 3 مطيني اياها بالسؤال؟ اي مطيني اياها اللي هي مقدارها 12. دلتا في 3 ايش قد؟ أيضا 12. إذا 12 في 12 144 شنو؟ مايكرو كولوم. هاي مقدار كيو 3. خليها داخل مربع. زين، أجي لمن؟ أجي إلى كيو 4. يريد من عندي الشحنة الرابعة. ايش راح تصير؟ سي 4 في دلتا في 4. زين، سي 4 مطيني اياها بالسؤال ايش قد؟ 6. نرجع يلا نفس القلم عادي. 6 سي 4 مقدارها 6. دلتا في 4 ايش قد؟ نفسها 12. اذا 6 في 12 2 6 في 2 6 في 2 12 2 باليد 1 6 في 1 6 1 7. اذا 7 مايكرو كولوم. صار بس هذا يختلف لونه عادي. طلعت المطلب الثاني اللي هو يريد من عندي كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 وكيو 4. المطلب الاخير يريد من عندي شنو؟ كيو توتال. نفس القانون هذا هسه هنا مطلب 3. نفس القانون هذا شو يقول؟ مو يقول كيو يساوي لك سي في دلتا في، بس انا يا كيو اريد توتال، اذا لازم هاي تصير ايكوال وهاي توتال. الكلي كلي وال1 1 وال2 2. زين، ويساوي لك سي ايكوال ايش قد؟ هسه توك انت طلعتها 30 في دلتا في توتال الكليه ايش قد؟ 12 ويساوي لك 30 في 12. هذا الصفر نزله. زين، 12 في 3 ما تعرف، 2 في 3 6 2 في 3 6 و1 في 3 3. اذا 360 مايكرو كولوم. هاي شنو؟ هاي كيو توتال. طلعت كيو توتال.
اكو بيهم ما يطلعوها بهاي الطريقة، منين يطلعوها؟ يطلعوها بالطريقة الثانية. كيفك عادي ماكو اي اشكال. او طريقة اخرى. شنو هي الطريقة الاخرى؟ تقول لك كيو توتال تساوي Q1 زائدا Q2 زائدا Q3 زائدا Q4. مو عندي 4 شحنات اجمعهم، من اجمعهم ايضا يطلع لي 360 مايكرو كولوم. فماكو اشكال، تختار هاي الطريقة صح وتختار هاي الطريقة صح. بالنسبة هذا الى مثال رقم 3. هذا المثال حكي على ربط التوازي بدون عازل. من مثال رقم 3 انتقل لك الى سؤال اخر. هسه طلابنا الاعزاء ننتقل الى سؤال رقم 5 من اسئلة الكتاب. سؤال رقم 5 شو يقول؟ متسعتان، يعني اكثر من متسعة واحدة. C1 4 مايكرو فاراد، C2 8 مايكرو فاراد، مربوطتان مع بعضهما على التوازي. الربط شبيه؟ توازي. فإذا شحنت مجموعتهما بشحنة كلية Q توتال 600 مايكرو كولوم بواسطة مصدر للفولتية المستمرة ثم فصلت عنه، البطارية مفصولة، خلي ببالك. أي المطلب الأول، احسب لكل متسعة مقدار الشحنة المختزنة. كم متسع عندك؟ متسعتين، احسب لي مقدار الشحنة المختزنة في أي من الصفيحتين والطاقة المختزنة في المجال الكهربائي بين صفيحتها. يعني أريد شحنتين وأريد طاقتين. ب ادخل لوح من مادة عازلة ثابت عزله K اللي هو 2 بين صفيحتي المتسعة الثانية. خلي ببالك متسعة رقم 2 دخل عليها العازل. فما مقدار الشحنة المختزنة في أي من الصفيحتين كل متسعة وفرق الجهد والطاقة المختزنة في المجال الكهربائي بين صفيحتي كل متسعة بعد إدخال العازل. يعني أريد من عندك شحنتين بعد إدخال عازل وطاقتين بعد إدخال عازل وفرق الجهد بعد إدخال العازل. ركز وياي هنا للسؤال. هذا السؤال مهم، انذكر أكثر مرة بالامتحان الوزاري، أكثر من مرة بالامتحان الوزاري. اعتبر النقطة رقم A اللي هي سؤال وحده. A اعتبره سؤال وحده وB سؤال وحده. تعال خلينا نحل. قبل لا نحل احنا متعلمين عندنا شنو معطيات السؤال. انا كتبت لك معطيات السؤال. بالسؤال منطيك شنو؟ متسعتين 4 ب8 ومنطيك كيو توتال 600 ومنطيك ثابت العزل 2. رايد المطلب الاول شحنة اولى وشحنة ثانية وطاقة اولى وطاقة ثانية بدون عازل. المطلب الاول بدون عازل. نجي نحل. الحل شنو؟ مالت A. انتبه وياي. يريد من عندي الشحنة. تتذكر احنا سابقا بالمحاضرة رقم 1 شطيتك هذا القانون قلت لك عليه اكتبه بالخبزة. C يساوي Q على اليمن على دلتا في. واضح؟ واضح. رايد من عندي شحنة أولى وشحنة ثانية. زين أنا الشحنة منين أطلعها الشحنة أصلا؟ حسب هذا القانون فوق، طرفين في وسطين، C في دلتا في. زين أنا رايد بالبداية شحنة أولى، يعني Q1 يساوي لك C1 في دلتا V1. C1 عندك بس دلتا V1 ما عندك. منين تطلعها دلتا V1؟ انتبه وياي. حسب هذا القانون دلتا V شو يساوي لك؟ إذا طرفين في وسطين Q على اليمن على C. بس أنا يا دلتا في أطلع التوتال لأن الربط توازي. فدلتا في توتال إذا طلعتها هي تساوي لي دلتا في 1 ودلتا في 2. زين إذا أنت ردت دلتا في توتال لازم شو تقسم؟ تقسم كيو توتال على اليمن على سي اكوال. إذا أردت أبو الأول أول على أول، أبو الكلي كلي على كلي. تعال انتبه وياي. زين دلتا في توتال كيو توتال عندك؟ اي موجودة عندي كيو توتال. زين سي اكوال موجودة؟ لا، لازم تروح شو تسوي؟ تروح تطلع سي اكوال، لان سي اكوال ما عندك. تروح تطلع سي اكوال. ربط توازي قانون سي اكوال شو يقول؟ سي 1 زائدا
C2 ويساوي لك C1 ايش قد؟ 4 زائدا C2 ايش قد؟ 8. 4 زائد 8 12 مايكرو فاراد. طلعت لك انا ايش طلعت هسه؟ طلعت سي ايكوال. من طلعت سي ايكوال وين ترجع تعوضها؟ تعوضها بالقانون الفوق اللي هو دلتا في توتال تساوي كيو توتال. موجوده؟ اي موجوده، مطيني اياها بالسؤال. 600 على سي ايكوال ايش قد؟ 12 ويساوي لك 600 على 12. 60 على 12 بها 5 والصفر ينزل، اذا 50 فولت. ايش طلعت هسه انت؟ طلعت دلتا في توتال. بما ان الربط توازي اذا دلتا في توتال تساوي لك دلتا في 1 ويساوي لك دلتا في 2 ويساوي لك كليته شنو؟ 50 فولت. ليش 50 كليته يساوي 50 فولت؟ لان الربط شنو؟ الربط توازي. زين استاذ هسه طلعت لي دلتا في، اقدر من عندها اطلع كيو 1 واقدر من عندها اطلع كيو 2. اجي على الكيو 1. الكيو 1 ايش تساوي لك؟ مو سي 1 في دلتا في 1. زين سي 1 عندك، سي 1 مطيني اياها بالسؤال 4 في دلتا في 1 ايش قد؟ نفسها 50 لان قلنا ربط توازي. اذا 4 في 50 صفر نزله 5 في 4 20، اذا 20 مايكرو 200 العفو مايكرو كولوم. طلعنا شنو هسه؟ طلعنا كيو 1. زين نجي عليه من على كيو 2. يريد من عندي كيو 2 تساوي سي 2 في دلتا في 2. زين سي 2 ايش قد هو معطيني اياها بالسؤال؟ سي 2 8 في دلتا في 2 ايش قد معطيني اياها؟ دلتا في 2 العفو دلتا في 2 ايش قد طلعته؟ 50. اذا 8 في 50 400. صفر نزله 5 في 8 40 ايضا مايكرو كولوم. ايش طلعنا هسه احنا؟ طلعنا اول شغله رايدها بالمطلب الاول اللي هي الشحنه الاولى والشحنه الثانيه. هسه شو يريد بعد بالمطلب الاول؟ يريد طاقه اولى وطاقه ثانيه. انتبه وياي، قوانين الطاقه 3 اعطيتك اياها بالمحاضره رقم 5. 3 يا هو اللي يناسبني اختاره حسب المعطيات. اختار القانون. اني راح اختار لك هذا بي اي يساوي لك نصف كيو دلتا في. هذا يناسبني؟ اي يناسب. فرق جهد عندي وكيو عندي. زين هو يريد طاقه اولى، اذا كيو 1 بدلتا في 1. الطاقه الاولى تساوي نصف كيو 1. هنا ايش قد كيو 1؟ كيو 1 هسه توك انت طلعت. تعال انتبه ايش قد؟ 200. كيو 1 200. بس انت راح تصيح بعلو صوتك استاذ اضربه في 10 السالب 6. ليش؟ لأن بالمايكرو كولوم وفي الطاقة يجب التحويل، والمايكرو يضرب في 10 السالب 6 في دلتا في 1 ايش قد طلعناه كليته اللي هو 50. انتبه وياي هنا على الاختصارات. هاي بيها 1، هاي ايش قد بيها؟ بيها 100. 100 في 50 بقت. نجي بي اي 1 يساوي 100 في 50. 5 في 1 5 و3 اصفار تنزل صفرين بواحد في 10 أس سالب 6. انتبه وياي، هاي باعتبارها 5 في 10 أس 3. ليش؟ لأن 3 اصفار ويا الرقم فترفع للموجب، فهاي 3 اصفار تروح ويا من؟ ويا 3 سوالب. ايش قد صار هذا؟ سالب 3. إذا ايش راح بقى لي؟ بي اي 1 يساوي بي اي 1 شو يساوي لك؟ 5 في 10 أس سالب 3. شنو وحدة الطاقة؟ بالجول. طلعت لك الطاقة الأولى. طلعنا الطاقة الأولى. نجي لمن نطلع الطاقة الثانية بالسؤال. قايل لي أريد طاقة ثانية. نفس القانون الفوق، نصف كيو
دلتا في. زين يا كيو الثانية دلتا في الثانية، لأن أنا رايد طاقة ثانية، ويساوي لك نصف كيو 2. ايش قد طلعتها بالسؤال؟ 400. بس راح تقول لي استاذ رسن اضربها في 10 سالب 6، لأنه بالمايكرو والطاقة لازم نحول في 50 اللي هو فرق الجهد متساوي، على اعتبار انه الربط توازي. نجي عندي اختصارات، عندي اختصارات. الاثنين بيها 1، ال400 ايش قد بيها؟ 200. ايش باقي لك؟ انتبه وياي، 200 في 50 ويساوي لك 200 في 50، هاي 3 اصفار تنزل. زين 2 في 5 10، اذا 10000 في 10 أس سالب 6 نزلت. هاي الاربع اصفاره تروح ويا من؟ ويا 4 سوالب، يبقى لك 10 أس سالب 2. اذا بي اي 2 تساوي لك 10 أس سالب 2. شنو الوحده؟ جول، لانه طاقه. هذا المطلب الاول الموجود بالسؤال. رايد من عندي شحنه اولى وشحنه ثانيه وطاقه اولى وطاقه ثانيه. هيك فسخت السؤال وحليته. انتقل للمطلب بي، يقول ادخل لوح من ماده عازله. انتبه وياي هنا، ادخل لوح من ماده عازله ثابت عزله 2 بين صفيحتي المتسعه الثانيه. انتبه وياي، كي وين دخل؟ كي هذا كي عليه من دخل؟ على سي 2. هذا فرع بي، خلي ببالك هذا فرع بي. كي عليه من دخل؟ دخل على سي 2 على المتسعة الثانية. فما مقدار الشحنة المختزنة في صفيحتي كل متسعة وفرق الجهد والطاقة المختزنة في المجال الكهربائي. يعني شو يريد من عندك؟ شحنة أولى وشحنة ثانية بوجود العازل، وطاقة أولى وطاقة ثانية بوجود العازل، وفرق الجهد بوجود العازل. اريدك تنتبه على شغله، ما طول كي دخل على الثانيه راسا روح قل لي هاي ايش راح تصير؟ راح تصير سي كي 2. زين هاي مو صارت سي كي 2 لانه العازل دخل على المتسعه الثانيه. زين انا منين اطلعها السي كي 2؟ اطلعها من كي في سي 2 على اعتبار انه العازل دخل على المتسع رقم 2. اذا سي كي 2 تساوي كي ايش قد؟ 2 في المتسعة الثانية مطيني اياها بالسؤال ايش قد قايل لي؟ 8. اذا 2 في 8 16 مايكرو فاراد. هذا انا طلعتها بالبداية على مود تفيدني بعدين. ليش طلعتها استاذ؟ لان هو ما طول قايل لي دخل على المتسعة الثانية فطلع لي سي كي 2. زين هو يريد من عندك شحنة أولى بوجود العازل وشحنة ثانية بوجود العازل. قبل شوية سويت بالمطلب الأول قبل لا يدخل العازل، مو قلنا كيو 1 تساوي لي سي 1 في دلتا في 1؟ واضح؟ زين هسه أنا أريد كيو 1 بس شنو؟ بوجود العازل كي في دلتا في يساوي لك سي 1 في دلتا في 1. العازل دخل على المتسعة الأولى؟ لا ما دخل على المتسعة الأولى، فما أخلي لها كي وأخلي على اليمين على فرق الجهد كي. زين عندك انت تريد تطلع كيو 1 كي، سي 1 عندك؟ اي موجوده عندي بالسؤال. دلتا في كي 1 عندك؟ لا ما عندك. تروح تطلعها شلون؟ قبل شويه طلعناها قلنا دلتا، قلنا دلتا في شو يساوي لك؟ يساوي لك كيو على اليمين على سي. زين انا شو بدي اطلع الكلي لان الربط توازي حتى اساويهن الفرق الجهد، فاروح اطلع دلتا في كي توتال. اقول لك كيو كي توتال على سي ايكوال كي. واضح. ليش خليت لهن كي؟ لانه اكو عازل. زين استاذ اني كيو توتال كي موجوده مطينيها بالسؤال، قايل لي مقدارها 600 مايكرو كولوم، بس سي ايكوال كي ما منطيني اياها. تعال طلعها. منين اطلعها؟ سي ايكوال كي. العازل وين دخل؟ على متسع رقم 2، يعني سي 1 زائدا سي ايكوال سي كي 2. واضح. زين انا اريد اطلع هاي، اذا هاي ايش قد؟ هاي سي 1 مطينيها بالسؤال 4
زائدا سي كي 2 هسه طلعت لك اياها 16 ويساوي لك 4 ب 16 20 مايكرو فاراد. ايش طلعت هسه اني؟ طلعت سي ايكوال كي. من طلعت انت سي ايكوال كي تقدر وين تروح تعوضها؟ تعوضها بهذا القانون. ايش راح تطلع؟ طلع دلتا في. اذا دلتا في كي توتال شو يساوي لك؟ كيو توتال هو منطينيها بالسؤال 600 على اليمن على 20. هذا الصفر او اخرويه هذا الصفر 60 كم 2 ويساوي لك 30 فولت. اذا دلتا في كي يساوي لي دلتا في كي 1 ويساوي لي دلتا في كي 2 ويساوي 30 فولت. ليش؟ لان الربط توازي. طلعت دلتا في كي خلصت من عندها. اروح شو اسوي؟ اطلع كيو 1 كي. زين كيو 1 كي منين اطلعها؟ كيو 1 كي شحنة الاولى بوجود العازل. شو تساوي لي؟ سي 1 في دلتا في كي 1. ليش قلت سي 1 ما خليت لها كي؟ لان العازل دخل على المتسعة الثانية بس. ويساوي سي 1 ايش قد هو مطينيها بالسؤال 4 في دلتا في كي هسه طلعناه 30 ويساوي لي 4 في 30 120 مايكرو كولوم. هذا شنو؟ هذا كيو 1 كي. واضح عيني؟ واضح. راد من عندي بعد الشحنة الثانية بوجود العازل. ايش راح تقول له؟ تقول له سي كي 2 خليت لها كي لان عازل دخل عليها في دلتا في كي 2. زين ويساوي لك سي كي 2 ايش قد؟ هسه طلعناها بالبداية 16 في دلتا في كي اللي هي 30 ويساوي انتبه وياي كيو 2 كي. ايش راح يساوي لك؟ خلنا اعلمك على الضرب. هذا الصفر نزله وقول 3 في 6 18 8 باليد 1 3 في 1 3 و1 4 اذا 480 مايكرو كولوم. طلعنا الشحنة الثانية بوجود العازل. انتبه وياي هنا على السريع. طلع الشحنة أولى والشحنة الثانية بوجود العازل. بعد شو تطلع؟ لازم تروح تطلع الطاقة الأولى بس شنو؟ بوجود العازل. شوف قوانين الطاقة ما تختلف بس مجرد إذا أكو عازل تضيف لهن كي. شحنة الطاقة الأولى بوجود العازل نفس القانون قلنا عليه قبل شوية نصف كيو 1 دلتا في 1 بس اخلي لهن كي. خلي لهن كي لان اكو عازل بالموضوع. انتبه وياي نصف في دا كيو 1 كي ايش قد؟ 120 استاذ اضربه في 10 سالب 6 بالمايكرو كولوم. اوكي في دلتا في كي ايش قد؟ دلتا في كي 1 قلت لك هسه هو مساوي اللي هو 30. انتبه وياي هنا الاختصارات. هاي ايش قد بيها؟ بيها 1. 120 ايش قد بيها؟ بيها 60. زين تجي تضرب ويساوي لك 60 في 30 هاي الصفرين نزلها صفر بصفر 3 في 6 18 في 10 أس سالب 6. اكو بيهم يبقون الحل هنا واكو بيهم شو يقولون؟ يقولون هاي الصفرين اشيلها ويا 2 من السوالب يصير سالب 4. اقول له ماكو اشكال. قول له 18 في 10 أس سالب 4 بس شنو؟ جول وحدة الطاقة هاي بي اي كي 1. وانت تريد تطلعها لهناك تطلعها لهنا ماكو اي اشكال. واضح حبيبي؟ واضح. طلعت الطاقة الأولى أروح شو أسوي؟ أطلع الطاقة الثانية بوجود العازل بي إي كي 2 نفس القانون نصف كيو 2 بوجود العازل دلتا في كي 2 اثنيناتهم بوجود العازل ويساوي لك النصف ايش قد كيو 2 بوجود العازل؟ 480 استاذ 480 اضربها في 10 سالب 6 لان بالمايكرو والموضوع طاقة في 30 نصف
480 في 10 أس سالب 6 في 480 ويساوي لك، طبعا حاصل تقسيمهن للسرعة يساوي لك 72 في 10 أس سالب 6 جول. مثل ما علمتك انت طلعها بهاي الصورة. هاي شنو هاي؟ بي اي كي 2. مثل ما علمتك بالاختصارات يطلع لك بهاي الصورة. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الطاقة الثانية. السؤال صح طويل بس ترى بيه نوع من السهولة، مجرد انه انت تفسخ القوانين. اشوف المطلب الاول شو يريد؟ شحنة اولى وثانية قبل العازل وطاقة اولى وثانية قبل العازل. المطلب الثاني يريد نفسهم بس اكو عازل. هذا بالنسبة الى سؤال رقم 5 من سؤال رقم 5. هسه طلابنا الاعزاء سؤال رقم 4 ايضا باسئلة الكتاب اللي هو يتعلق بربط التوازي ايضا. يقول متسعتان من ذوات الصفيحتين المتوازيتين متسعات 2 C1 16 و C2 24 مايكرو فاراد مربوطات على التوازي. ربطن شنو؟ توازي. ومجموعتهما ربطت بين قطبي بطارية. فرق الجهد بين قطبيها 48 فولت دلتا في توتال. ادخل لوح من مادة عازلة ثابت عزله كي بين صفيحتي متسعة أولى. عكد ذاك السؤال دخل بالثانية. وما زالت المجموعة متصلة بالبطارية. فكانت الشحنة الكلية 3456 مايكرو كولوم. ما مقدار ثابت العزل كي؟ هالمرة هو يريد كي. 2 الشحنة المختزنة في أي من صفيحتي كل متسعة قبل وبعد دخول المادة العازلة. انتبه وياي على السؤال. معطيات السؤال شو تقول؟ انتبه وياي. C1 16 مايكرو فاراد، C2 24 مايكرو فاراد، دلتا في توتال مطينيها شنو؟ 48 فولت. البطارية شبيها متصلة. كيو توتال مطينيها 3456. اريد اول شيء ثابت العزل كي، واريد بي الشحنة الاولى والشحنة الثانية قبل العازل، والشحنة الاولى والشحنة الثانية بعد دخول العازل. تعال خلينا نحل مثل ما متعلمين نحل المطلب اي. انتبه، ثابت العزل اول ما اروح العازل وين دخل؟ كي دخل على C1، دخل على المتسعة الأولى. زين إذا كي داخل على المتسعة الأولى شلون أطلعها؟ مو عندي قانون يقول كي يساوي لك CK1 على C1 إذا دخل بالمتسعة الأولى. زين إذا تباوع إنه C1 عندك بس CK1 ما عندك، منين تروح تطلعها؟ انتبه وياي. تروح تطلعها من القانون الثاني. C equal K تساوي عليه من دخل العازل، دخل على المتسعة الأولى CK1 زائدا C2. زين إذا أنت تريد تشوف إنه تطلع CK1 هنا C equal ما عندك، منين تطلع C equal؟ انتبه وياي. C equal اطلعها من القانون الرئيسي ابو الخبزه اللي يقول لي C يساوي لي Q على دلتا في. زين اذا ايش راح يساوي لك؟ C equal Q توتال على دلتا في توتال، لانه هاي شنو؟ هاي كليه. ويساوي لك، انتبه وياي، ايش قد عندك Q توتال؟ Q توتال ايش قد معطيني بالسؤال؟ 3456. عفوا 3456. زين عيني 3456. زين دلتا في توتال ايش قد معطيني اياها؟ معطيني اياها 48. سي اكوال يساوي سي اكوال كلية 3456 على 48 ايش قد يساوي لك؟ حاصل تقسيمهم 72 مايكرو فاراد. بعد ما تقسمها يطلع لك شنو؟ 72. زين انا من طلع السي ايكوال ايش راح استفاد؟ راح اروح اعوضها وين؟ هاي المعادله. ايش راح يصير عندي؟ سي ايكوال كي
تساوي لك مو سي كي 1 زائد سي 2. ايش قد عندي سي ايكوال كي؟ طلعتها 72. سي كي 1 انا اريد اطلعها زائدا سي 2 ايش قد؟ معطيني اياها بالسؤال اللي هي 24. احول هاي لهاي الطرف شو تصير؟ تصير اشارتها سالبه. اذا سي كي 1 يساوي لك سالب 24 زائدا 72. ايش قد راح يساوي لك؟ ال 72 شيل من عندها 24 ايش راح يساوي لك؟ 48 مايكرو فاراد. ليش؟ اشارات مختلفة، اشارة الاكبر والعملية طرح. تعال انتبه وياي هنا، طلعت هذا ما خلص المطلب. بعد ما طلعتها وين تروح تعوضها؟ تعوضها بالقانون الاول اللي هو كان شنو؟ كي شو يساوي لك؟ سي كي 1 على اليمين على سي 1. سي كي 1 هسه طلعناها اللي هي 48 على سي 1 اللي هي 16. اذا كي يساوي 48 كم 16 بيها 3 ويساوي لك 3 وكي خالي من الوحدات. انتبهت وياي حبيبي؟ بس رتب القوانين بهاي الصورة، صدق اي مسألة تحلها. هذا مطلب اي. مطلب بي شي يقول اريد الشحنة المختزنة في اي من صفيحتي كل متسعة قبل وبعد ادخال المادة العازلة. بي يعني اريد كيو 1 قبل ادخال العازل. كيو 1 شو يساوي لك؟ سي 1 في دلتا في 1. واضح؟ زين واضح. كيو 1 يساوي سي 1 ايش قد معطيك اياها؟ سي 1 معطيك اياها 16. اريدك تنتبه وياي هنا. 16 في دلتا في 1. دلتا في 1 ايش قد؟ نفسها 48. ليش نفسها 48؟ لأن الربط توازي والبطارية متصلة، وبما أن البطارية متصلة إذا شنو؟ دلتا في قبل العازل تساوي دلتا في بعد العازل. هاي فد شوية راح تشيها. زين هسه دلتا في ايش قد معطيني اياها؟ معطيني اياها 48 ربط توازي، إذا تساوي لك دلتا في 1 وتساوي لك دلتا في 2. إذا كيو 1 يساوي، تعال انتبه وياي، 16 في 48 يساوي لك 768 مايكرو كولوم. هاي شنو هذا؟ هذا كيو 1. طلعنا كيو 1 حاصل ضربه 16 في 48 768. انتبه وياي، طلع كيو 2 يساوي لك كيو 2 شنو؟ سي 2 في دلتا في 2. انتبه ويا حبيبي، في دلتا في 2. سي 2 ايش قد؟ 24. طلع. زين دلتا في 2 هسه راسا انت تنزلها تقول لي استاذ 48. راح اسالك ليش؟ تقول لي الربط توازي، وبما ان الربط توازي فان دلتا في 1 يساوي لي دلتا في 2 ويساوي لي 48. اذا تريد تكتبها اكتبها بالبدايه هنا، قول له بما ان الربط توازي اذا دلتا في توتال تساوي لك دلتا في 1 ويساوي دلتا في 2 ويساوي لي ايش قد؟ 48 فولت. هاي اذا تريد تكتبها على مود لا تخطأ. زين 24 في 48. احفظ لي هذا الناتج لان راح تريده مرتين. 1152. انا للسرعه حافظ الناتج اعطيتك اياه، تريد انت اضرب عادي على صفحه ضرب عمودي ويطلع لك الناتج مالتك اللي هو كيو 2 1152. شنو الوحده مالته؟ مايكرو كولوم. طلعت شنو ذني؟ قبل دخول العازل. زين اجي الى بعد دخول العازل، اجي اطلع كيو 1 بوجود العازل. اما انا اطلع كيو 1 بوجود العازل نفس القانون سي 1 بس سي 1 ايش بيها؟ بيها عازل لان العازل دخل على اليمن على المتسعه الاولى فصار سي كي 1
في دلتا في كي 1. بس انتبه وياي هنا، البطارية ايش بيها؟ البطارية متصلة، بالسؤال قايل لي البطارية شنو؟ متصلة. بما ان البطارية متصلة اذا شنو؟ دلتا في توتال ايش راح تساوي لك؟ تساوي لك دلتا في توتال بوجود العازل. بما ان البطارية متصلة فان فرق الجهد قبل وجود العازل يساوي لفرق الجهد بعد وجود العازل. زين، وبما ان فرق الجهد الكلي بوجود العازل ايش قد يساوي لك؟ هو يساوي لك 48 فولت. زين، اذا دلتا في كي 1 ودلتا في كي 2 ايش قد؟ مساويات. دلتا في كي 1 يساوي لك دلتا في كي 2 على اعتبار شنو الربط؟ الربط توازي، فيساوي لك ايضا 48 فولت. هسه تقدر تطلع الشحنة الأولى بوجود العازل؟ اي استاذ اقدر اطلعها، انتبه وياي. ويساوي لك كيو كي 1 ايش قد؟ انت تريد تطلعها سي كي 1 هسه طلعناها اللي هي 48 في دلتا في كي 1 ايش قد؟ ايضا 48. طبعا احفظ لي هذا الناتج اللي هو 48 في 48 عبارة عن 2304. شنو الوحدة؟ مايكرو كولوم. هاي ايش طلعت اني؟ طلعت كيو 1 بوجود العازل. زين، اريد اطلع كيو 2 بوجود العازل. كيو 2 بوجود العازل شو يساوي لك؟ سي 2 في دلتا في كي 2. استاذ ليش ما خليت لي كي على السي 2؟ ما خليت لك كي على السي 2 لان العازل دخل وين؟ بس على متسع رقم 1. اذا سي 1 سي 2 العفو سي 2 ايش قد مطيني اياها بالسؤال؟ مطيني اياها 24 في 24 دلتا في كي 2 ايش قد؟ نفسها 48 لان ربط توازي، اذا 48 ويساوي لك كيو 2 بوجود العازل. هسه قلت لك احفظ لي هذا الناتج 24 في 48 وطلعناه 1152 مايكرو كولوم. مصطلحات بسيطة بالسؤال، إذا عرفتن أنت أي سؤال قدامك راح تضبطه. البطارية متصلة دلتا في متساوي، بطارية مفصولة تروح تطلع دلتا في من جديد. السؤال بهاي الصورة إذا فسخت قوانينه ما راح يصعب عليك. أنا متعلم، بنهاية المحاضرة أنطيكم واجب. لنا طلابنا الأعزاء تنتهي محاضرتنا رقم 6، إن شاء الله نلتقي بالمحاضرة رقم 7.